تعالي أقولك ازاي نعمل أكل المطاعم السوري في البيت بمنتهى البساطة والسهولة بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت ومن جوه مطبخك، وأي مكون هنحتاجه ومش موجود هقولك ليه على بديل طعم وريحة ونظافة، وفوق كل ده وده توفير وكمان على قد الإيد. بصوا يا جماعة اللذاذة، وهنعمل كمان التومية الخطيرة اللي الكبار والصغار بيموتوا فيها. شكل الأكل روعة ويفتح النفس، مش ناقصلك غير كام رغيف شامي وتبدأي تاكلي وتقول بسم الله. عندي هنا بصلاية مقطعة جوليان، احط عليها ملح وفلفل اسود ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم ومعلقتين كبار من الصويا صوص. بديل الصويا صوص يا جماعة معلقة كبيرة من العسل الاسود، دي عشان اللون وريحة التدخينة بقى لما الفرخة تتشوي بتدي اللون الخطير ده. وهبتدي امسج الفرخة من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد، وهحشيها بالبصل الجوليان كله، وهكتف الفرخة. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة على الجلد من بره وتحت الجلد، بتدي لون وريحة تدخينة واو، مفيش احلى من كده. وهكتف الفرخة بتاعتي واسيبها منقوعة في التتبيلة اقل حاجة ساعتين، عشان دي فرخة 2 كيلو. كل ما كانت الفرخة أصغر كل ما الوقت أقل. ويا سلام لو سبتيها بايتة ليلة كاملة بتطلع تجنن. وسيخ من اللي بيدخلوا في الفرن دول، وهبتدي أحط الفرخة تتشوي في الفرن من تحت. هشغل الفرن من تحت والشواية هشغلها في الآخر، وهدهن الفرخة كده عشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شفتوه ده. ما عندكيش سيخ ولا حاجة تعصبك ولا حاجة تنرفزك، اعمليها في كيس حراري. و3 معالق نشا عليهم كوباية مية، وهدوبهم مع البارد وهيجيبوا اللون ده، واركنهم على جنب. وفي حلة تانية على النار هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وممكن تستخدموا زيت، وهحط معلقتين كبار من بهارات الكبسة هشوحهم لحد ما ريحتهم تطلع. وهنزل عليهم بالرز البسمتي المنقوع ساعة كاملة، وبعدين غسلاه ومصفياه كويس قوي، وهنزل عليه اقلبه مع التوابل دي يتعرفوا على بعض، واغلف كل رز بالمادة الدهنية عشان يطلع مفلفل معاكي وخطير. وبعدين هنزل عليه بمعلقة كبيرة من البابريكا، وهبتدي احط الملح ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم، انا بحب لونه مصفر غامق شوية. وهنزل عليه بالمية المغلية وهغطيه، اول ما يتشرب هنوطي عليه النار. كده عملنا الرز. وهجيب دلوقتي بقى النشا اللي احنا عملناها، هنزل بيها في بولة كبيرة، او ممكن في شفشق الخلاط. يا جماعة انا اعملها هنا بالبلندر، ممكن تعملوها في شفشق الخلاط في الكبة، هي مش هتقول لا. بصوا يا جماعة دول 3 معالق نشا عملوا كمية قد ايه. هنزل عليهم ب3 فصوص كبار من الثوم، وبعدين هنزل بمعلقة كبيرة من الزبادي، ممكن نحط لبن، ومعلقتين كبار من المايونيز، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهبتدي اضرب اميكس كل الكلام ده في بعضه. اول ما هيتقلوا كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، وهميكس تاني. وانا مشغلة الخلاط او البلندر او الكبة هبتدي انزل بالزيت سرسوب كده، تلت كوباية زيت او ربع كوباية، هتطلع بالقوام الخطير ده. ممكن نعملها بالسبايسي، نحط معلقة كبيرة هريسة او معلقة كبيرة شطة. بصوا تجنن. مش ناقصنا بقى غير كام رغيف عيش شامي ونبتدي ناكل وبألف هنا. لو وصلتوا لهنا ما تنسوا